ذات يوم سأل كريستيانو ابنه جونيور وقال له: لو كان هناك مجموعتان من الأطفال يلعبون بالقرب من مسارين منفصلين لسكة الحديد، أحدهما معطل والآخر لا زال يعمل، وكان هناك طفل واحد يلعب على المسار المعطل ومجموعة أخرى من الأطفال يلعبون على المسار غير المعطل، وأنت تقف بجوار محول اتجاه القطار ورأيت الأطفال ورأيت القطار قادما، وليس أمامك إلا ثوان لتقرر في أي مسار يمكنك أن توجه القطار، فإما تتركه يسير كما هو مقرر له ويقتل مجموعة الأطفال، أو تغير اتجاهه إلى المسار الآخر ويقتل طفلا واحدا، فأيهما تختار؟ أجاب جونيور من دون تردد: بالتأكيد يا أبي، سأجعل القطار يذهب باتجاه الطفل الذي يلعب لوحده، من الأفضل يموت طفل واحد على أن يموت مجموعة من الأطفال. رد كريستيانو: هذا ما سيفعله الأغلبية، لكن هل فكرت ما هي النتائج التي سوف تنعكس على هذا القرار؟ دعنا نحلل هذا القرار معا يا جونيور. معظمنا يرى أنه من الأفضل التضحية بطفل واحد بدل مجموعة من الأطفال، وهذا على أقل تقدير من الناحية العاطفية، فهل يا ترى هذا القرار صحيح؟ هل فكرنا أن الطفل الذي كان يلعب على المسار المعطل قد تعمد اللعب هنا حتى يتجنب مخاطر القطار؟ ومع ذلك يجب عليه أن يكون الضحية في مقابل الأطفال الآخرين الذين في سنه، المستهترون وغير المبالون، والذين أصروا على اللعب في المسار العامل. هذه الفكرة البسيطة مسيطرة علينا في البيت، في العمل، في المجتمع، حتى في القرارات السياسية الديمقراطية أيضا. يضحى بمصالح الأقلية مقابل الأكثرية بغض النظر عن قرار الأغلبية، حتى ولو كانت هذه الأغلبية غير صالحة والأقلية هي الصحيحة. وهنا نقول إن القرار الصحيح ليس من العدل تغيير مسار القطار، لأن الأطفال الذين كانوا يلعبون في مسار القطار العام يعرفون ذلك، وسوف يهربون بمجرد سماعهم صوت القطار. ولو أنه تم تغيير مسار القطار، فإن الطفل الذي كان يعمل في المسار المعطل سوف يموت بالتأكيد، لأنه لن يتحرك من مكانه عندما يسمع صوت القطار، لأنه يعتقد أن القطار لن يمر بهذا المسار كالعادة. بالإضافة أنه من المحتمل أن المسار الأخير لم يترك هكذا إلا لأنه غير آمن، وتغيير مسار القطار إلى هذا الاتجاه لن يقتل الطفل فقط، بل ربما سيودي بحياة الركاب أيضا. فبدلا من إنقاذ حياة مجموعة من الأطفال، فقد يتحول الأمر إلى قتل المئات من الركاب، بالإضافة إلى موت الطفل المحقق. مع علمنا أن حياتنا مليئة بالقرارات الصعبة التي يجب أن نتخذها، لكننا قد لا ندرك أن القرار المتسرع عادة ما يكون غير صائب. تذكر أن الصحيح ليس دائما هو الشائع، وأن الشائع ليس دائما هو الصحيح. وبعد أن انتهى كريستيانو من كلامه، شعر جونيور بالصدمة من تفكير والده العميق، وشعر بفخر تجاه والده.